تفضلي. بنزيري من بطون تلكاتا. تلكاتا من بطون الزيريون. تلكاتا من بطون الزيريون، ليس الزيريون من بطون تلكاتا. باهي اعمل كاتب لهنا. فاهمين؟ قالت لك التلكاتة من بطون الزيريون وليس الزيريون من بطون التلكاتة. ايش يقول ابن خلدون لهنا؟ يقول واما بطون صنهاجة فكثيرة فمنهم التلكاتة. ما قالش الزيريون من بطون صنهاجة، قال واما بطون صنهاجة فهي كثيرة فمنهم التلكاتة، ويسمي الاخرين وبدا يسمي في بطون صنهاجة. باهي. وجاء هناش قال وكان اعظم قبائل صنهاجة تلكاتا وفيهم كان الملك الاول وكانت مواطنهم بين المغرب الاوسط وافريقيا. نعاود، افريقيا وهذه المغرب الاوسط. ذكرت المغرب الاوسط لانه الزيريون من افريقيا سيحكمون المغرب الاوسط ويكونون مملكه بني حماد اللي هم زيريون، اللي هما عاصمتهم اشير. بني حماد مشاو الى اشير. باهي. وكان الملك في صنهاجة في طبقتين. الطبقة الأولى تلكاتا ملوك إفريقية والأندلس. وين المغرب الأوسط؟ وين الجزائر؟ فماش. وكان الملك في صنهاجة في طبقتين. الطبقة الأولى تلكاتا ملوك إفريقية والأندلس، والثانية مسوفة ولمتونة من الملثمين اللي هم المرابطين. لهنا باش يعطينا ابن خلدون الطبقة الأولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك اللي هما التلكاتة اللي هما الزيريون، وباش يجينا فيما بعد باش يعطينا فصل آخر باش يسميه الطبقة الثانية من صنهاجة اللي هما بالمغرب الأقصى. طيب وين المغرب الأوسط وين الجزائر؟ ماشي. لأنه كي باش نتكلموا على الطبقة الأولى لهنا، لحظة بركة، حكينا على دولة الزيري. لهنا باش نتكلموا على بلوقين بن زيري. باش يقول لهنا ولما أخذ المعز في الرحلة إلى المشرق وصرف اهتمامه إلى ما يتخلف وراء ظهره من الممالك والعمالات، فعثر اختياره على بلوقين بن زيري بن مناد ولي الدولة، مش ملك الدولة أو أمير الدولة أو إمبراطور الدولة. باهي. يقول هنا وولاه أمر إفريقية والمغرب، كان والي تحت الحكم الفاطمي، ليس يعني تحت الحكم الزيري. الدولة هي الدولة الفاطمية، وكان بلوقين بن زيري واليا تحت الحكم الفاطمي. وسيتخذ بلوقين بن زيري قصر معد بالقيروان قاعدة، فنزل قصر معد بالقيروان واصطلع بالولاية. قصر معد بالقيروان اللي هو صبر المنصورية حذو القيروان. الوقت هذايا وقت اللي بلوقين بن زيري اطلع بالولاية في قصر معد بالقيروان ولدوا بأشير. أشير كانت حصن عسكري زمن زيري بن مناد، ثم ستصبح مركز ولاية زمن بلوقين بن زيري. ثم مع دولة الباديس بن منصور، باديس بن منصور سيسرح عمه حماد لحرب بني زيري أخويه باش يمشي للمغرب الأوسط. هذا عمه حماد، اللي حماد هذا سيؤسس يعني المغرب الأوسط وسيؤسس قلعة بني حماد. حماد هذا عندما سيذهب إلى المغرب الأوسط سيتخذ من أشير عاصمة له بداية، ثم سينتقل إلى قلعة بني حماد. نمشيه إلى دولة المعز، المعز ابن باديس. لهنا باش يبدا التأسيس الفعلي لدولة الزيريين. علاش؟ لأنه يقول لك ابن خلدون واستمر ملك المعز. ريتو ملكه. لهنا بدا يحكي على الملك ابن خلدون، بينما مع بلوقين بن زيري ايش قال؟ قال وولاه أي ولاية، وقال أيضا واصطلع بالولاية، ولكن مع المعز ابن باديس سيصبح ملك. واستمر ملك المعز بإفريقية والقيروان، وكان أضخم ملك عرف للبربري بإفريقية وأترفه وأبذخه.
باهي. علاش؟ لأن المعز كان منحرفا عن مذاهب الرافضة منتحلا للسنة. باهي. خلينا نمشيو إلى حسين مؤنس وهو مؤرخ مصري. شو باش يقول؟ نبتعدوا، أنا كنت نجم نجبد لكم توا ابن عذاري ولكنه مراكشي، خلينا نبتعدوا عن ابن عذاري ونمشيو لحسين مؤنس. شو يقول هنا؟ ذكرنا كيف انقسمت دولة بني زيري إلى دولتين، إحداهما في إفريقيا وعلى رأسها بنو زيري بن مناد الصنهاجي الذين رأينا نهايتهم، والأخرى في المغرب الأوسط يتولاها بنو حماد أبناء عمومة بني زيري. وقد اتخذ بنو حماد مدينة أشير عاصمة لهم، ثم ابتنوا إلى جنوبها قلعة ضخمة أشبه بالمدينة عرفت بقلعة بني حماد. شفتوا توا؟ يعني بني حماد اللي هما أبناء عم الزيريين. خلينا نمشيو لنا مساحة جغرافية اللي هي اسمها إفريقية. إفريقية هذه عاصمتها القيروان تحت الحكم الزيري، وفما أشير لهنا اللي هي تقع جنوب مدينة تيتري معناها جنوب الجزائر. أشير هذه كانت حصن عسكري بناه مناد زيري بن مناد بموافقة الخليفة الفاطمي الذي أرسل له مهندسا معماريا من إفريقيا وأرسل له الحديد والعمال، فابتنى حصنا عسكريا لأنه كان يقتل في بني زيان، كان في عداء مباشر مع بني زيان، كان يقتل في سكان المغرب الأوسط وكان يسبي ويقتل، وقد استعمر هذه المنطقة وفرض يعني سيطرة الفاطميين على المغرب الأوسط. هذه الرقعة الجغرافية وهذه الرقعة الجغرافية إلى حدود سجل ماسا ستصبح تحت الحكم الفاطمي. عندما سيتوجه الفاطميون نحو المشرق سيتركون بلوقين بن زيري واليا على هذه الرقعة الجغرافية، هذه الرقعة الجغرافية باش ينحيوا له صقلية وينحيوا له طرابلس ويخلوا له يعني من إفريقية هذه حتى المغرب. بلوقين بن زيري ولده كان والي على أشير، هذا الحصن العسكري سيصبح ولاية، ثم سيأتي ابن يعني حفيد بلوقين بن زيري إلى أن سيأتي المعز ابن بديس واللي سيخونه عم حماد وسيستقل بهذه الرقعة الجغرافية وسيجعل من أشير عاصمة لبني حماد وليس لإفريقية، لأن إفريقية عاصمتها القيروان. لو تلمسان في عهد الحماديين ما كانش تبعتهم، كان تابع المغرب الأقصى. نعم كان تابع المغرب الأقصى، ذاك فيما بعد اثر سقوط الدوله الموحديه باش تولي تلمسان عاصمه بنو زيان. باهي نرجع توا الى كتاب الدوله الصنهاجيه للهادي رجاء ادريس الذي يعتبر افضل مرجع ارخ للدوله الصنهاجيه. شو يقول هنا؟ يقول التلكاتا من بين الفروع العديده التابعه لقبيله صنهاجه والتي يعتبر تقدير عددها ب70 فرعا. التلكاتا ومن بين الفروع العديدة خطر ما يفهموش التابعة لقبيلة صنهاجة والتي يعتبر تقدير عددها ب70 فرعا. تقديرا اصطلاحيا نكتفي بالإشارة إلى الفرعين الأكثر أهمية واللذين أسسا بعض الإمبراطوريات في بلاد المغرب، وهما فرع تلكاتا أو تلكاتا أو وتلكاتا الذي ينتمي إليه بنو زيري بإفريقيا والأندلس، لم يقل بني زيري بالمغرب الأوسط، وبنو حماد بالمغرب الأوسط واللي هم أبناء عم الزيريين والذين خانوا أبناء عمومتهم عندما تسنن بديس. حماد ظل شيعيا واستبد بالحكم بالمغرب الأوسط بمساعدة الهلاليين، لأنه الخليفة الفاطمي سيرسل بني هلال لتأديب المعز. وفرع لمتونة الذي تمكن بمساعدة أبناء جنسه من فرع مصوفة من إقامة الدولة المرابطية. هذا اللي كنا نقرأ فيه عند شكون؟ عند ابن خلدون. ها هو مناد بن منقوش اللي قلنا راهو يحكم قسما من إفريقيا والمغرب باسم العباسيين وبواسطة الأغالبة. لهنا تأسيس مدينة أشير، وعندما ذاع سيتا زيري بن مناد
في جميع أنحاء المغرب، وتأكدت قوته ونزولا عند رغبة أتباعه كذا وكذا. في عهد الخليفة الفاطمي الثاني سمح له ببناء أشير كانت تسمى أشير زيري، فاستقدم البنائين من حمزة ومسيلة وطبنة، واستجابة لطلبه أوفد إليه الخليفة الفاطمي الحرفيين، ووضع على ذمته مهندسا معماريا لا مثيل له في إفريقيا، كما أمده بجميع المعدات ولا سيما الحديد. باهي لحظة بركة. بن مناد هذايا ولما أصبح في ريعان الشباب كان يقوم على رأس أبناء عمه وبعض الشبان الصناديد بغارات على قبائل زناتة، فيقتل ويسبي ثم يوزع الغنائم بدون أن يستأثر لنفسه. على فكرة قبائل زناتة ما هيش من بطون البرانس، قبائل زناتة من بطون البتر كما قبائل نفزاوة، وقبائل الصنهاجة هم من برانس كما كتامة ومصمودة. هذاك علاش زيري بن مناد في عداء مباشر، لأنهم همش ولد عمه. زنات اللي موجودين في المغرب الأوسط شوفوا زيري بن مناد شعمل فيهم. باه السنة التي أسسها بلوقين، ما قلنا احنا زيري بن مناد أسس حسن عسكري اللي هو أشير ومن بعد ولا يحكم في تهرت. يشير ابن خلدون إلى أن زيري بن مناد بعد مدة قليلة من تقلده ولاية تهرت سمح لابنه بلوقين بتأسيس 3 مدن جديدة، وهي الجزائر، وهي نسبة إلى مجموعة من الجزر الصخرية الرملية لا علاقة لها بزيري أو تزيري، ومليانة ومديا. أسس 3 مدن هذوما، ولكنه يبدو أن بلوقين قد قام بمليانة. أسس الجزائر ولم يختم بها، والجزائر هي نسبة إلى جزائر بني مزغنة. نعاودوا نرجعوا لهم يا خويا ونفسروا لهم البطون والفروع. باهي لهنا ابن خلدون باش يجي يقول لنا، لهنا يقول: وأما شعوب هذا الجيل وبطونهم فإن علماء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان عظيمان هما البرنس ومدغيس أو مدغس، ويلقب مدغيس الأبتر اللي باش يولوا البطر، وفما اللي برانس اللي هما البرنس هذوما البرانس. وبالتالي عندنا 2 فروع كبرى من البربر الأمازيغ، عندنا البطر والبرانس. لهنا وأما شعوب البرانسي هاو باش يعطينا توا سي ابن خلدون شكون هم البرانس، باش يبدا يحكي عليهم. نذكر مصمودة من البرانس، أو ذكر أوربا من البرانس، أو ذكر كتامة من البرانس، وذكر صنهاجة من البرانس. باهي لهنا هذا الجذع الأول يعطينا شجرة النسب. هذه شجرة نسب البرانس، باش نلقاو صنهاجة هاي هذوما الصنهاجيين. باهي هذه صنهاجة هاي صنهاجة، وهي أوربا، وهاي زواوة اللي قالت عليها هي اللي ذكرتها في كتاب المؤرخ. والمؤرخ غلط، لأنه زناتة ما همش يعني من فروع هذه، ما همش من البرانس. زناتة فرع آخر، هو غلط من بكري، هو التدليس على عجلة. البرانس ما فيهمش زناتة، ما كنتش تلقاو زناتة في البرانس. في شجرة النسب اللي ذكرها ابن خلدون ما فيهاش زناتة، فيها صحيح فيها صنهاجة، فيها مصمودة، وفيها زادة زواوة اللي هي هاي. وزواوة هذه فيها اختلاف، لأنه فما زواوة من كتامة اللي هم يعودون إلى قبيلة كتامة، وفما زواوة قلت فيها قال لك لربما هي زوارة. كي نمشيو إلى البطون الثانية أما شعوب البتر، هذه نحطوا لهنا رقم 2. ما قلنا رقم 1 اللي هم البرانس هاك، وأما شعوب البرانس، وعطانا الشجرة بتاع النسب متاعها، وقلنا صنهاجة، وقلنا زواوة من كتامة، وقلنا مصمودة. باهي نجيو لهنا رقم 2 يعطينا شعوب البتر اللي هما بنو مدغس الأبتر،
شكونهم هما؟ وذكرتوها حوارنا مع صديقنا من المغرب على ولهاسة ونفزاوة ورفجوم. باهي نجيو لهنا شي يقول باش يعطينا لهنا تفصيل على زواوة، يذكرها زواوة لهنا التي بالواو في بطون كتامة وهو أظهر ويشهد له الوطن، فالغالب أن زوارة ريت كيفاش التي تعد في كذا وكذا. جينا في شجرة النسب هاي ورفجوم، هذه قبائل نفزاوة، وباش يعطينا قبيلة زوارة لهنا موجودة، وكذلك هي ريتها. هذه تفصيل على القبائل. نكبر عدي نعاودوا نكملوا نسمعوا. تفضل عدي. المرة الجاية نعمل لك درس في قبائل مصمودة اللي من الدولة. تسمع خلي تكمل، خاطر هذه حكيت على حنا بعل اكيد، خاطر فما تفصيل هي قالت على حنا بعل، بعد جات قالت حنا بعل ظهور ليبي، ما هو ليبيا حنا بعل. خليني بربي نقريهم شويه على ليبيا. ما معنى ليبيا؟ شق زباهي ليبيا. هنا وعندي زوز كتب. كتاب هذايا للدكتور علي محمد الصلابي، هو ليبي من بنغازي. شو مش احكي على ليبيا؟ لانه ليبيا كانت تطلق على شمال افريقيا. اليونانيون اطلقوا مصطلح ليبيا على رقعة جغرافية معينة، واليونانيون كذلك اطلقوا مصطلح ليبيا على رقعة جغرافية معينة، لانه ليبيا الحالية ليس ليبيا المقصود بها في كتب التاريخ القديمة، لأن ليبيا القديمة ذكرت دون تحديد جغرافي. باهي علي محمد الصلابي ولد في مدينة بنغازي بليبيا، تحصل على درجة الإجازة العالية والليسانس كذا وكذا، ماجستير كذا وكذا إلى غير ذلك. باهي شو يقول هنا؟ يقول وبذلك يتقرر أن اسم ليبيا اسما رسميا منذ القدم قد أطلقه اليونانيون على مدينة قورين شحات، ثم بعد ذلك عمم على سكان برقة وطرابلس وكل من كان يقطن غرب منطقة النيل إلى بداية إفريقية تونس الحالية. هذه تسمية اليونانيون. نجيو توا عندنا كتاب كتبه مؤرخ إيطالي روسي إيتوري، كتب على ليبيا وترجمه محمد تليسي، هذا ليبي. نشوفوا شو يقول. مصطلح اليوناني كما ذكر الصلابي، ويقول هنا أما في العهد الروماني والروايات المتواترة بعد ذلك فإن كلمة ليبيا كانت تعني جزءا كبيرا من إفريقيا الشمالية ولكن دون تحديد جغرافي، ولم يستخدم هذا الاسم بتحديد جغرافي دقيق إلا سنة 1911 عندما أطلق على طرابلس غرب وبرقة، يعني مع المستعمر الإيطالي. المستعمر الإيطالي هو الذي أطلق على الرقعة الحالية ليبيا اللي كانت فيها برقة وطرابلس الغرب. لأنه عندما نعود إلى المؤرخ المصري حسين بؤنس اللي باش يعطينا تقسيم لإفريقية، شو باش يحكي على برقة؟ لحظة بركة ناخذوا معايا. يقول هنا باش يتكلم على برقة، باش يقول لنا راهي برقة قبل الفتح الإسلامي داخلة في زمام مصر. برقة كان تابعة مصر. وباش يحكينا على برقة يقول لك هي في الكلمة يعني اليوناني أنطابلس اللي تعني 5 مدن، وطرابلس هي تريبولي تعني 3 مدن. برقة تابعة يعني الإغريق، وطرابلس تابعة الثقافة اللاتينية. طرابلس تابعة قرطاج. زيد يجي هنا المؤرخ الحسين مونس ايش يقول هاول هنا؟ برقة وكانت تابعة لمصر أو غير واضحة التبعية. شفتوا برقة ويعطينا إفريقية، يقول لك وتشمل طرابلس وتبنى هكا برقة وحدها وإفريقية وحدها. أنا انتهى كلامي، نعطي كلمة أستاذ أنا نحب نعلق على الجملتين اللي قالتهم نسرين. احنا عندنا مصدر يا أستاذ يحكي على نسب حنا بعض،
حنبال بوه اللي هو أميلكار تزوج من المنطقة اللي كان فيها ماتوس اللي في تطاوين، ما بين تطاوين وجابس. هذه أم حنبال. وهو في المصادر يقولوا أنه هو زاد بيدو أميلكار عائلة برقة من الماسين. هذه نسب حنبال اللي مذكور، هذه أقدم حاجة مذكورة معناتها، فهمت؟ لا انا مش نركز، ما يهمش في الموضوع هذا. يعني حنا بعل، احنا عندنا الجد جد جد نتاعو مذكور اللي هو مولود في تونس. العائلة الثانية كوتاما، كوتاما كانت بإفريقية. كي ترجع للجزء السادس، الجزء السادس صفحة 149، الجزء السادس صفحة 149 يعطيك كوتاما هذه والبطون اللي فيها، الفروع اللي فيها وامتدادها. الفروع هذه تمتد، موجودة في قسنطينة، موجودة في بجاية، جيجل، ما تخلطش العنابة، قريبة العنابة، تنزل الكاف وتوصل حتى سلسليانة، حتى الجبال الوسلاتية، حتى منطقة الوسلاتية. المنطقة هذيك كلها كانت فيها عروش كتامة، يسميهم لك فرع فرع. يعني أنا باش نكتفي بفرع الأشهر اللي في موجود في تونس، أولاد عيار اللي تو مازالوا في سليانة. بني عيار صحيح، أولاد عيار. هذم الكل تبعوا الدعوة الفاطمية، وهذه كل كانوا في إفريقيا. حاسيلو هي راهو ذيك راهو اختصاص مقرونة، ديما تصمت في المقرونة. ذيك هي فيديوهاتها نتاع المقرونة، ما فهمتش علاش مدخلها في التاريخ في الحكايات هذو. هذه شدي الكوجينة نتاعك، والله فيديوهاتها كلها تاع الطبخ، كيفاش تعمل مقرونة، كيفاش هاي دورتها تاريخ ولا قتلك على النابة ولا شنو. والله تخرج فيديو تلقاها فيديوهاتها كلها تاريخ ومقرونة، مقرونة بيضة تعملها مصموطة في الماء، كذابة. والمشكلة فيش تستعمل في رندا الوردة البيضة ورندا تسب فينا. ظهر فيها ما مشيتش في الأمور طبخ، ما مشيتش في الأمور دورتها تاريخ. لا اله الا الله محمد رسول الله. لك تشوف اخوي قسوات، قسوات نعاني فيها.